تعالوا نعمل وجبة العشاء الجميلة دي، بجد بجد خطيرة، حاجة كده في منتهى الجمال، لذيذة جدا جدا، وكمان بدون بقى لحوم وبدون فراخ ولا أي حاجة. وكمان هنعمل الفطيرة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي بدون دقيق وبدون عجن ولا كمان فرد. شايفين الجمال؟ هشة جدا جدا وطرية وزي الملبن. وعايزة اقول لكم كمان ان هي وجبة اقتصادية جدا زي كده ما قلت لكم، يعني حاجة كده خطيرة. يلا نسمي بالله ونصلي على الرسول وتعالوا نشوف هنعمل ايه. عندي هنا لفة من الجلاش زي ما انتوا شايفين كده. اللفة دي بصراحة كانت بقالها فترة عندي في الفريزر وكنت محتارة اعمل بيها ايه. جيت اطلعها وقلت كده ابدأ اشتغل بيها، لقيتها مفرولة معايا ما عجبتنيش. قلت لا، لازم اعمل الوصفة الجميلة دي للولاد. والولاد بصراحة بقالهم يومين يقولوا لي يا ماما نفسنا ناكل بيتزا، نفسنا ناكل بيتزا. قلت يا بنتي طب ما تضربي عصفورين بحجر، منك تعملي لهم صينية البيتزا اللي نفسهم فيها، وكمان استخدم لفة الجلاش وبدون بقى ما اتعب نفسي واقعد افرد بقى واقطع واعجن واخمر. لا، على ايه؟ هنقطعها بالشكل اللي انتوا شفتوه ده كده، شرايح بالشكل ده. وهنبدأ ان احنا نفكك كده ربطة الجلاش من بعض زي ما انتوا شايفين. قطعناها زي ما شفتوا كده شرايح، وهنبدأ ان احنا لازم نفككها كويس قوي من بعضها زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما اتاكدت كده اني شرايح الجلاش اتفككت كده من بعضها وبقت زي الفل زي ما انتوا شايفين، هبدا هنا بقى انقلها في بوله على جنب، واجيب بوله تانية بقى نعمل بيها التوبنج اللي احنا هنحطه على الفطيره الجميله الجباره بتاعتنا. اول حاجه هنا هننزل بيه 2 من البيضه زي ما انتوا شايفين كده، وعندي كمان كوبايه كبيره من اللبن. انا ماشيه معاكم بس خطوه خطوه. اول حاجه هننزل على ال2 بيضه بربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود بالشكل ده، وهنقلبها. وهنزل كمان بربع معلقة صغيرة من الملح، وكل حاجة بتحطيها كده بتقلبيها كويس. وهنزل هنا دلوقتي بكوباية كبيرة من الحليب، ما يعادل كوباية ونص من الكوباية المعيارية، تمام، بالقشطة بتاعته كده لان هو حليب بلدي وجميل جدا. عندي هنا نص كوباية صغيرة سمنة على زيت، تمام، وهننزل بيها برضو كده في قلب المكونات دي. وهنزل بقى في المرحلة دي بمعلقة كده هرمية صغيرة من البيكنج باودر، وده مهم جدا علشان يخلي الفطيرة معانا هشة وجميلة. هنقلب بقى كل المكونات اللي احنا حطيناها على بعض دي، وهنوريكم دلوقتي هنعمل ايه. بصوا هنا انا بوريكم دي قشطة اللبن، قطع القشطة زي ما انتوا شايفين اهو، يعني حاجة دسمة كده وحاجة بخيرها. هجيب هنا بقى الصينية بتاعتنا اللي هنعمل فيها، وهبدأ بصوا بدون ما ندهنها ولا أي حاجة، وهتشوفوها في الآخر جميلة جدا. هبدأ هنا بقى أفرد كل شرايح الجلاش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده في الصينية. تفرديها كده كويس قوي قوي بالشكل ده، تمام. عايزة أقول لكم الصينية دي تقريبا مقاس 30 مستطيلة، في ممكن مربعة، في ممكن أي صينية عندك هتعملي فيها بالشكل ده كده. بعد ما خلصت كل شرايح الجلاش حطيتها في الصينيه بدون اي حاجه، بدون ما تدهين الصينيه عادي جدا، لان انتي اوريدي الخلطه اللي احنا عاملينها فيها ماده دهنيه وهي هتشرب كل ده. هننزل بقى في المرحله دي كده بكل السوائل بتاعتنا اللي احنا عملناها على شرايح الجلاش بالشكل ده في الصينيه. ومهم جدا ان انتي تحاولي تشربي كده وتخلي الصوص ده يتوغل كده الجلاش معاكي علشان كله يشرب من السوائل اللي احنا حطيناها دي والمكونات الجميله دي بالشكل ده. تعالوا بقى، هي كده مش عايزينها بقى احنا فطيره كده، انت هتدخليها الفرن بالطريقه دي وتطلعيها هتبقى فطيره عاديه وهتبقى زي الفل. طب انا بقى ايه عايزه؟ زي ما قلت لكم اضرب عصفورين بحجر. ولادي طالبين مني البيتزا، طب ما انا اعملها بقى فطيره شرقي كده بيتزا جميله. طب يلا بينا. بديت هنا بقى جبت كده شرايح من الطماطم وهبدأ أنزل كده على فطيرة البيتزا معانا النهاردة الجميلة دي بالشكل ده. تقدري بقى في المرحلة دي أي حشوة أنت حباها هتحطيها، تمام. لحمة مفرومة، فراخ، سوسيس، أي حاجة عندك، لانشون، أي حاجة حابة تحطيها هتحطيها. ولكن أنا حبيتها كده خفيفة لأنها وجبة عشاء كده، فحبينا إن هي تكون وجبة عشاء سريعة وما تاخدش مننا وقت خالص في تحضيرها. بس كده هتبدأي بقى زي ما قلتلك اي حاجة هتحطيها. وهتبدأي هنا كمان نزلنا بشرايح الزيتون، ونزلنا بشرايح فلفل وطماطم بس كده. وعندك بقى اي جبن هتحطيها، جبنة موزاريلا، جبنة شيدر، جبنة اي نوع جبنة انت حباه هتحطيه، تمام. انا هنزل عليها بقى بالجبنة الموزاريلا كمان.
بالشكل ده. خلاص كده حطيت لها الزيتون والفلفل والطماطم، وزي ما قلت لك اي حشوه انت حباها هتحطيها. هنزل هنا كمان بالجبن بتاعتنا، انا عندي الجبنه موتزاريلا بس، تقدري اي جبنه زي ما قلت لك حطيها. عايزه اقول لكم هنا ولادي بقى واقفين لي، يا ماما انت بتعملي لنا بيتزا؟ قلت لهم اه بيتزا. يا رب بقى تسكتوا. بس عايزه اقول لكم ان كانت بصراحه فظيعه وخطيره وجميله. هاخدها بقى هحطها في الفرن كده بالشكل ده، في الرف الوسطاني على درجه حراره عاليه، تمام، وهتطلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. مش عايزه اقول لكم بقى قد ايه طريه، قد ايه هشه جدا. بجد انا مبسوطه جدا جدا، لاني زي ما احنا بنسعد اولادنا احنا كمان بنتبسط كستات بيوت ان انتي بتعملي حاجه مش تعبه نفسك فيها. حاجه اقتصاديه جميله. طبعا بتبقي عايزه تعملي لاولادك الحاجات الجميله دي، ولكن تقعدي تفكري لسه في العجين، وان هي تخمر، وان هي تفردي، فبيبقى موال. ولكن احنا كمان بسطناها، مش بس كمان هنجيب جلاش ونفرده بقى، لا، ده احنا قطعناه بقى وخلصنا الدنيا. احنا في عصر السرعه يا جماعه. بقى بالشكل الجميل اللي معانا ده عملنا لهم احلى بيتزايه. عايزه اقول لكم كانت سخنه جدا. عملنا احلى بيتزايه باحلى جلاش. هتبداي بقى تقطعيها بالشكل اللي انت عايزاه بالشكل ده. شايفين ما شاء الله الفطيره معايا بتسيب الصينيه وبتطلع بكل سهوله ازاي لوحدها، مش لازقه في الصينيه ولا اي حاجه. ما شاء الله عليها جميله جدا. زي ما قلت لكم مش هتلزق في الصينيه، لاني انا حتى ما دهنتش قدامكم الصينيه. شايفين الجمال؟ عايزه اقول لكم بجد خطيره، ريحتها كانت قلب الدنيا. جربوها، حلوه قوي قوي. بصوا الجمال، هوريها لكم بقى من جوه، حاجه بجد جميله. شايفين؟ تحفه. عايزه اقول لكم ان كانت سخنه جدا جدا. الولاد هنا بقى واقفين، يلا يا ماما، يلا يا ماما احنا جعانين، يلا يا ماما انت شوقتينا بالجمال ده. شايفين الجمال؟ شايفين مورقه جوه من جوه خالص ازاي؟ لا انا اشتقت لها تاني، انا هقوم اعملها تاني يا جماعه دلوقتي. حلوة قوي، وجبة عشاء سريعة ان شاء الله تعملوها بدون مجهود وبدون اي حاجة، وبأي حاجة عندك في التلاجة هتحطيها. شايفين؟ انا بوريكم ان هي مرقة جدا وطرية جدا جدا من جوه، بجد خطيرة. بوريكم هنا واحدة كمان. يلا بقى، لو الوصفة بتاعتي النهاردة دي عجبتكم ما تنسوش بالله عليكم وحياة حبيبكم سيدنا النبي كده تحطوا لي اللايك الجميل بتاعكم، وتشتركوا في القناة، وتتابعوا كمان الفيديوهات اللي بنزلها حبايب قلبي، واللي يقدر يعمل شير يعمل شير زي ما انتم شايفين كده. عايزة اقول لكم ان ولادي واقفين زي ما قلت لكم، وانا شفت بنتي دلوقتي مدت ايديها وقاعدة بتاكل مش مستنية لما اخلص. بقول لكم بجد كانت ريحتها خطيرة. شايفين الجمال؟ بجد بجد جميلة جدا. ان شاء الله هتجربوها يا بنات بالطريقة دي هتعجبكم. رجاء منكم ما تنسوش لايك واشتراك في القناة ليصلكم من وصفاتي ان شاء الله كل جديد. بحبكم في الله يا احلى ناس في الدنيا. اسيبكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.